السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مطبخ الفتية أم علاء. اليوم إن شاء الله جبت لكم بريوش بحشوة الكريمة، كيجي رائع. ندوزو المقادير. عندنا واحد 600 غرام ديال الطحين، أنا عبراها 600 غرام. عندي بيضة، عندنا الخميرة الفورية معلقة ونص على حسب الحرارة. كان الجو سخون نديرو غير معلقة واحدة كافية. أنا عندي 2 معالق ديال سنيدة ونص. عندي واحد الرشة ديال الملح. انا غادي نحل شاصية ديال الفاني. عندي خمارة وحدة صافي. هنايا غادي نخلط بالماء يكون دافي. 2 معالق ديال الزيت. هذا بريوش راه كيجي رائع ويجي زوين وسهل في المقادير، ما فيهش شي مقادير كتار، والتحضير كذلك. هنايا كنضيف شويه ديال الماء في الخميره بما تذوب صافي. هنا كنخلط شويه بشويه، كنضيف الماء شويه بشويه تنحصل على العجينه، القوام ديال العجينه يكون شويه ما يكونش قاصح. انا عندي هنايا كاس كبير ديال الماء. صافي كنبقى نجمع العجينه شويه بشويه حتى كنجمعها صافي. هنايا داك الكاس الكبير راني خويته، دابا غادي نزيد واحد شويه صافي. غنكمل شويه ديال الماء بما نجمع العجينه صافي. هنا كندلك العجينه، ما غاديش ندلكها بزاف، غير نجمع العجينه مزيان. صافي انا هنايا راني جمعتها، دابا غادي نخليها ترتاح. صافي غادي نغطيها بالسلوفان ونخليها ترتاح، نخليها بما تخمر يضاعف الحجم ديالها ونرجع معاكم. هنا عندي الكريمه، هنا عندي 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الحليب. عندي واحد بيضه بلديه، عندي النشا، واحد 2 معالق ونص ديال النشا، معالق الكبار ماشي الصغار. عندي هنايا 3 ديال المعالق ديال سنيده. عندي ساشيه ديال الفاني صافي. ونخلط مزيان هاد العناصر تذوب السنيده صافي. هنايا غادي نضيفها على النار ونرجع معاكم. كما شفتوا راني ضفتها على النار، درت واحد المعلقه ديال الزبده. لهنايا ما تبانلكمش بان راها خفيفه، راه ملي كتبرد عاد كيعقد الكريمه، عاد كتعقد صافي. غادي نضيفها هنايا في هذا الاناء صافي، نخليها حتى تبرد واحد شويه، عاد نضيفها في الثلاجه، ما نضيفهاش وهي سخونه صافي. ندير عليها بلاستيكه باش ما باش ما تيبش، الوجه ديالها يبقى رطب صافي. غادي ندوزو العجينه كما شفتوا راهي ضاعفت الحجم ديالها، خمرات مزيان. هنا غادي نقسمها على 2 كويرات. كويره غادي نشكلها بوحديتها والكويره الاخرى غادي نشكلها بوحدها. غادي ندير 2 شكيلات ديال البريوش صافي. هنايا غادي نطلق العجينه ونرش شويه ديال الطحين صافي. غادي نطلقها مزيان تنحصل على مربع.
صافي انا هنايا راني طلقتها مزيان. عندي هنايا الزبده من اصل حيواني. صافي غادي نكتفي بالزبده، نعمرها مزيان بالزبده. صافي هنايا كنطويها مثل بحال المسمنه. صافي باش كيجيني داك الفيلطاج ديالها ديال البريوش. صافي انا كنضغط عليها مزيان. صافي انا هنايا كندير الطويه الاولى والثانيه والثالثه. صافي نلويها في السلوفان نخليها ترتاح باش تسرح معايا مزيان. هنا انا جبت العجينه الاخرى غادي نشكلها حتى هي. صافي انا كنقطعها هنايا في هاد الاجزاء. صافي انا كندير انا كويرات صغار. ملي كنشوف الكويره كبيره شويه راني كنقص منها، انا بغيتهم يجيو غير صغيورين حيت باقي غادي يضاعف الحجم ديالهم. هاد الشكل تا هو كيجي زوين ديال البريوش في المنظر ديالو والمذاق. انا هنايا جبت الطاوه اللي كتدخل الفران وغادي نستفهم. صافي هنا نخليهم يرتاحوا. صافي انا جبت العجينه الاخرى اللي ارتاحت غادي نطلقها، غنشكلها مربع. صافي هذه كنطلقها مزيان ما نخليهاش غليظه. وتضغطوا على داك الجناب ما تخليهمش غلاضين حتى هما، تضغطوا عليهم مزيان باش ما يجيناش بريوش غليظ. ضروري تبقاو تضغطوا على داك الجناب باش ما يبقاوش غلاض. كما شفتوا هذا هو السمك ديال العجينه. صافي انا غنجيب الكريمه ديالي وغادي نضيفها في الوسط فقط، غنبقى نسرحها في الوسط. شفتي الكريمه راها عقدات. صافي غنجيب الشكلاط. هذا عندي الشكلاط ديال كرواسه قطعته طريفات رقاق. صافي انا غادي نطوي الجزء الاول نولي نطوي الجزء الثاني عليها بحال اللي كنديروا شي مسمنه. صافي كتضغطوا عليها واحد شويه. هنا كنحيد الجوانب. صافي غادي نقطع دابا واحد داك 3 ديال الصبيعات، غنعبر ب3 ديال الصبيعات وتقطعي.
صافي انا غادي نجيب العجينه الاخرى، غادي نبدا نضغط عليها في الوسط ديالها بالكاس كما كتشوفوا. صافي كندير السلوفان باش يتسهل عليا ما تلصقش. صافي نضغط على الوسط كما شفتوا، راه ساهله، الطريقه سهله. تبعوا معايا المراحل من الاول حتى التالي، وما تنساونيش وديروا ابوني وضغطوا على الجرس وبارطاجيو مع الاهل والاحباب باش ان شاء الله نحط لكم الجديد. صافي سهله. انا هنايا دابا في هذه الاثناء ان شاء الله غادي نعمرها بالكريم. انا هنايا كنزينها بالزبيب او العنب المجفف، كيبقى اختيار ديالكم باش ما بغيتو تزينوا بالشكلاط ولا العنب اللي كان عندكم او اللوز. صافي هنايا انا كنخليهم حتى كيخمروا واحد 10 ديال الدقائق. دابا غادي نزينهم غادي ندهنهم بالصفر د البيض. راني درت مع واحد المعلقه ديال الخل. انا هنايا غادي ندهن على الطبسيل الاخر. كيجي هاد بريش بنين وزوين، علاش لا ما نبقاوش نحضروه في الدار؟ ضروري احسن ما نبقاو ناخذوه من المخبزات، والثمن تا هو دابا غلا. والله ما نحضروه لوليداتنا. ديك الطريفات اللي بقاو تا هما ما ضيعتهمش وما حطيتهم. صافي كما شفتوا درتها في الفران طابت كما شفتوا هي تحمرات. هنايا غادي نزين لهم الوجه ديالهم شويه ديال الكونفيتير واللوز ايفيلي. اللوز ايفيلي راني درتو تحمر في الفران، دهنته بواحد شويه ديال الزيت. صافي كما شفتوا انا خرجته من الفران. دابا غادي ندهن الوجه بالكونفيتير وغادي نزينو باللوز ايفيلي كما كتشوفوا. صافي هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها. المهم بريوش كيطلع زوين. هذه انا كندهنها غير بواحد شويه ديال الكونفيتير وغادي نزينها بسكر كلاصي. كيبقى الاختيار ديالكم في التزيين. بغيتي ديروا لها الكوك، ما بغيتيش سكر كلاصي ضيفوا الكوك. صافي بريوش هو وجدنا كما كتشوفوا، راه كيجي رائع منظر ومذاق. كما شفتوا هذه نهايه الشكل. وبارطاجيو وديروا ابوني مع الاهل والاحباب باش نكون معكم ان شاء الله باش نعطيكم شي حاجه جديده. وخليتكم على خير والسلام عليكم. انا حليت لكم هنايا باش تشوفوا كي دايره. وخليتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.